اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون معنا سلطة مشكلة ومنوعة وراقية. تقدروا تستعملوها ليومياتكم، تقدروا تستعملوها لضيافكم، حاجة هكا مبدلة. وشفتها بلي راهي طوندونس بزاف هادو الايامات، وقلت لي مالا هيا نجربوها مع بعض، بما انه رانا دي فوا نستعملو حاجات ونخليوها ما كيكون يقعدوا. لا غلب، العين عندها حق، العين تحب تاكل، فلما لا. هيا احنا تاني نديرو البريستيج ونديرو طوندونس مع بعضنا. نبداو. شوفوا يا البنات، عندنا جبت هادو لي كوب الخاصين بالتحليات، وجبت السلطة اللي بقات لي من البارح، اللي هي عبارة عن طماطم، زيتون أسود، حطيت فيها بصل، حطيت فيها كورنيشون، حطيت فيها كذلك الذرة، وحطيت فيها روز أبيض ومعدنوس. هادو هما المكونات. ومن بعد واش درنا هنايا؟ رحيت ربيت بيتراف، والله ما على بالي بيتراف سميتو بالعربية. استغفر يا ربي، تاعي في دول العرب يقولوا له بنجر. ابار سا والله ما على بالي، كتبوا لي في التعليقات الى على بالكم البيتراف وسميتو بالعربيه. وحطينا في الاول هكا البيتراف، تعرفوا هو عنده اللون العنابي الجميل جدا. اكيد راح يمد مظهر مليح. هذه السلطه يا البنات درتها مرافقه للسمك باش يكون في عندكم. على هذه ما حطيت لها من الداخل غير كيما راح نشوفوا دوكا، حطيت لها غير لا فينيغريت برك. واليوم خاطر ما هي بقات، وهذه راهي شيحه ما فيها والو، خاطركم اصلا ما تحبش لا فينيغريت. هنايا قدامكم ملعقه واحده تاع فينيغريت، انا بالنسبه ليا بزاف. نتوما زيدوا لها على حسب الذوق تاعكم باش تجي شغل سارده مش خشخه. انا كليا نحط لها زيت زيتون فقط. وكملت نعمر بها الاكواب قلت لكم. وفيها ايضا تونه طون، التونه ان شاء الله ما نكونش نسيت مكوناتها: روز، ذرة، طماطم، زيتون اخضر، بصل خضاري تقدروا تستغنوا عليه الا ما تحبوش، وذرة وتونه. والطماطم قصيتها مكعبات صغيرة، والزيتون الاخضر كيف قصيته. لي كورنيشون قصيتهم، يعني كل شيء مقصوص صغير، كيما خلوها الفتوش تاع اخواننا المشارق يقصوا كل شيء صغير. هكيك انا حبيت نخالف نغير، قصيت كل شيء صغير باش كل شيء يجي قد لقمه تاع الفم. فوالا، هكا نكون عمرت الاكواب اللي عندي. احنا رانا في 3، عمرت 3، نتوما ديروا على حسب كميه العائله. فوالا، كملت الطبق اللي كانوا عندي اللي بقالي من السلطه. ودركا نجيو لعملية التزيين. قبل عملية التزيين الساعة نحاولوا مع بعضنا نسويو السطح. فوالا، سويوه بالملعقة بأي شيء تحبون نتوما تستخدموه. أنا دي فولا نحب نخدم بيدي، نحب خدمة اليد. فوالا، هادو ما الأكواب الثلاثة اللي معانا. ودول كان نجيبو معانا تانية. وجدت بيضتين مسلوقتين، 2 عظمات مغليين. وراح نحاول نبشرهم. نتوما ما ديروش كيما درت انا، باسكو الخدمه هذه ما راهيش منظمه. من الاخر ابشروا العظمات في صحن ولا، ومن بعد فرقوا على راحتكم. هذه الخدمه خليوها تاع بكري. فوالا، هاي نور راهي توافق فيا في الامر. معوجه، خادمه معوجه يا اختي. ابشروهم في صحن وحطوهم في الليكوب، وزعوا عليهم البيضتين. هكا ديجا البيض وحده من الفوق راهو راح يغير الشكل وراح يغير المظهر. شوفوا، هي مجرد فكرة، والتزيين اختياري.
انتي بمجرد انك تبدا ديجا كيبداو الافكار يطايروا. لك الاختيار في التزيين، هي الفكرة فقط. وصح على بالكم خلوها بالك تبان لكم تبوديع زايد، بصح والله مظهره من شهي ويفتح الشهية وكل واحد ياكل الكيس تاعو على راحته. ولا بغات يفضل هذا كيس ويكملوا على راحته. انا درت خطوط من المايونيز، حكمت مايونيز حطيتها في كيس حلواني ودرت خطوط. ومن بعدها راح نجيب الطماطم، حنقول لها طوماط سوريز بالعربية تاني. اكتبوها لي واش هي اليوم. العربية هربت، العربية تبكي، هربت. واش عيطولها طوماط سوريز؟ طماطم صغيرونة هذه اللي راهي عادت متوفرة في المحلات وفيها فايدة كبيرة. هكا نشكلوها، كل واحد يشكلها على حسب الرغبة. انا درتها زعما كيما النوارات فوالا. وهكا السلطة راهي تقريبا واجدة معانا. بقى الزيتون الأسود وعادت عندنا مشكلة بالألوان ومشاهية. حبيت ديما عندكم معايا في هذه الفكرة البسيطة اللي نتمنى تكون عجبتكم. وديما حاولوا ما ترميوش الأكل، خلوها فساد حرام. كانت مجرد فكرة بسيطة، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى يكون الفيديو كان خفيف ظريف عليكم. ديتكم معاي في هذه السلطة ليفيغين تاع السلطة هذه. انا نقولكم رمضان كريم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الجيم بانتظار تعليقاتكم الطيبة. نلقاكم باذن الله في فيديو مقبل ان شاء الله. نقولكم مع السلامة.